ونروح بعد كده للمركز ال13 مع أقوى أنمي عصابات وجاسوسية قصير على الإطلاق، 91 Days. من أقوى الأنميات القصيرة اللي شفتها في حياتي. أجواءه شبه قوي أفلام Godfather أو العراب. اللي حب أفلام Godfather وأجواء العصابات هيحب الأنمي ده جدا، بل إنه في حاجات مش موجودة في Godfather كمان، بحيث إن الأنمي فيه جاسوسية، لأن بطل الأنمي أنجلو هيدخل ويتغلغل جوه عصابة فانيتي علشان ينتقم من اللي قتلوا أبوه أيام ما كان صغير، لأنه لما كان صغير جه 4 أفراد من العيلة دي قتلوا عيلته كلها وفلت هو بالعافية. وبعد قرب ال7 سنوات في 1920 هتجيله رسالة من مجهول عن مين اللي قتل عيلته وإزاي يقرب منهم، ويبدأ بخطته العبقرية واستغلال صاحبه صانع الخمور علشان يقرب منهم. والقصة هتتطور وفي عائلات مافيا هتصارع بعض وسط الهيصة دي، وحوارات وأحداث كتيرة فعلا تحبس الأنفاس بدون ذرة مبالغة. مش عايز الناس تقول إني ببالغ، بس أنا شخصيا بفضل الأنمي عن أفلام Godfather، وشفت ال3 أفلام بالمناسبة عشان محدش يتكلم، ومع ذلك حبيت الأنمي ده. هي أذواق، ده كفاية عبقرية أنجلو اللي خلته وصل للي هو عليه جوه عيلة فانيتي، مش عايز أحرق أكتر من كده. وأجواء الأنمي ورسوماته وفترة أحداثه هي نفسها أنمي باكانو، يعني الفرق بينهم في القصة والأحداث، لكن البيئة نفسها أيام ما كانت الخمور ممنوعة في أمريكا وبتتهرب من تحت لتحت. بس للأسف الأنمي غير مناسب للمشاهدة العائلية بسبب دمويته وأفكاره الغلط، وفيه لقطات مقززة وتلميحات جنسية. هو مفيش مشهد صريح، بس برضه غير مناسب للمشاهدة، فواجب التنويه.